خسارة خسارة فراق يا جارة، خسارة خسارة فراق يا جارة، عينيا بتبكي عليكي بمرارة، عينيا بتبكي عليكي بمرارة، خسارة خسارة فراقك يا جارة، خسارة. توفي المطرب الشعبي المصري أحمد عدوية يوم الأحد 29 من دجنبر 2024 عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض، وجاءت وفاته بعد أشهر قليلة من رحيل زوجته ونيسة. وأعلنت الأمر لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، ونشرت لمياء صورة للمطرب الشعبي الراحل وعلقت عليها قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرزقك الجنة ونعيمها يا حبيبي، حبيب الكل وحبيب أبي، السلام أمانة يا عم أحمد. ثم أعلن بعدها محمد عدوية عن الخبر بعدما نشر صورة تجمعه بوالده الراحل، وعلق عليها قائلا: الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب حنون القلب جابر الخواطر. ولد أحمد مرسي علي عدوي المعروف بأحمد عدوية في يونيو 1945 بمحافظة المنيا، وانتقل إلى القاهرة وبدأ مشواره الفني من شارع محمد علي، حيث أصبح من أبرز المطربين الشعبيين في مصر خلال فترة السبعينيات، واشتهر بأغاني مثل الصح الدحين بو وزحمة يا دنيا زحمة، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية. لكنه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي تعرض لحادث تسبب في ابتعاده عن الوسط الفني لفترات طويلة قبل أن يعود ببعض الأغنيات خلال السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تعلن الأسرة عن موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء في الساعات القادمة. رحم الله أحمد عدوية وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.